السلام عليكم، مرحبا بكم في فلاش 15. فلاش 15 اللي جا مباشرة بعد فلاش 14 اللي كيتكلم على او اللي تكلمنا فيه على وفاة التلميذة ملكة. كانت كلام كثير في هذا الموضوع هذا، وباش ما نزيدوش نكثروا في الاخر. دابا الان غادي ننتقلوا من بعد الدفن ديالها والاخر، غادي ننتقلوا لمرحله اخرى اللي هي غادي نتكلموا في القانون. ما غادي نحملوا المسؤوليه لحد ما غادي نتكلموا في القانون باش تنصف هاد البنت والعائله ديالها، ولو ان ما كاينش اللي غادي يعوض لهم البنيه ديالهم، ولكن التعويض على هذا الموت واجب وخص يستافد منها العائله ديالهم، خصوصا ان هذه العائله عائله فقيره وخا ما تكونش فقيره. المهم هذا غادي نتكلموا فيه باش ما نطولش في الفيديو بزاف. اللي كيعرف هذه العائله انا مستعد نعاونهم باش يمشيو للاتجاه نتاع التعويض. اذا كاين المسؤوليه خلينا من اللي ضربوا داك الشيء. كاين المسؤوليه نتاع الدوله، يعني وقع التقصير في الحراسه وكذا وهذه. كاين تفعيل التامين المدرسي، غادي نولي لهذا التفعيل المدرسي. وكاين المساعده القضائيه. بالنسبه للدعوه كتكون ضد المعتدي، اذا رفعت دعوه كترفع ضد المعتدي. هذا المعتدي واش هو المسؤول على هذه الوضعيه ديال الموت ولا واش كانت عنده النيه ما كانش؟ المهم هادشي كيعرفوا القضاء، وراه القانون كيتم المجرى ديالو. راه استدعاو السيد وراه نتكلموا معاه، وراه المهم غادي تكون محاضر في هذا الموضوع وخصها تكون ديك المحاضر. كاين قلنا الدوله. علاش الدوله هي اللي مسؤوله على الامن والامان ديال نتاع التلاميذ داخل المؤسسه، والتامين حتى هو يدخل في هذا الاطار داخل المؤسسه وخارجها بنص ساعه قبل ونص ساعه مور اي حاجه وقعت. يعني التامين المدرسي غير شنو؟ واش التامين المدرسي في العقد اللي كاين مع الوزاره فيه هذه المساله؟ الا كان دخل شي حد هو اللي تسبب في القتل، يعني ماشي غير هاد التلميذه غير طاحت بوحدها ولا لا. هذا الا كان هذا العقد فيه هذا البند هذا نتاع الاستثناءات، فالتعويض على الموت ولا الوفاه ديال اي واحد في المؤسسه ديال التلميذ اللي مؤدي التامين المدرسي ديك 12 درهم اللي كتخلصوا التلاميذ في اول السنه، عندهم تعويض ديال 10 ديال المليون. إن كاين هاد الطريق خص تسلكها المؤسسه، دير التقرير ديالها وتصيفطوا للمديريه الاقليميه، والمديريه الاقليميه خصها تصيفطوا. وكاين في هذا واحد البند في المذكره 27 ان يتصيفط داكشي بالايمايل، وخصهم تعطيهم التامين تصيفط لهم 2 ديال المليون في البدايه، يعني في 48 ساعه تصيفطهم حتى تعطيهم الباقي. هذا واحد الجانب. الجانب الثاني الا كان متورط الاخر ما كاينش هذا الشيء، ما كاينش في القانون ولا في ذاك العقد، ما كانتش هذه المساله ديال الى يعني كان واحد السبب في القتل ديالها وهذا ما كانش متورط في هذه المساله هذه. كاين الدوله في اسم وزاره التربيه الوطنيه تتحمل المسؤوليه في التعويض، والتعويض يكون اكثر من هذا. اذا هذا الشيء باش يتحصلوا عليه خص يديروا كاع الجوانب، العائله ديالهم دير كاع الجوانب. كاين الدعوه ضد المعتدي ديالها واضحه، كاين دعوه ضد الدوله حيت وقع التقصير في الحراسه، وكاين تفعيل التامين المدرسي ويدار المحامي ولا ما يدارش المحامي تكون طلب ديال المساعده القضائيه. هنا ما كيتخلص حتى درهم، وكتبع القضايا ديالك على حد سواء. يعني هادو 3 ديال الحوايج خصهم
خصهم يداروا وفي اقرب وقت. وخص هنايا راه الوثائق واضحه، كاين المحضر نتاع المؤسسه هذا بحال شهود، وكاين المحضر ديال الشرطه، وكاين الوثائق الاخرى تاع شهاده الوفاه وهذه. وبهذا الشيء غادي يقدر تحرك العائله ديالها. وراه كاين اللي يعاون. انا بعدا مستعد باش نتبعوا هذا الملف ونتمناو غير خير. والله يرحم التلميذه، كنتمناو زعما كلشي يتعاون باش يديو هاد الناس التعويض ديالهم، الوفاه نتاع البنت ديالهم. ومهم رحمها الله مرة ثانية وثالثة ورابعة. وهذه أعتبرها مأساة حقيقية وقعت داخل هذه المدينة، داخل المؤسسة التعليمية. تحياتي لكم جميعا. كنتمناو هاد الفيديوهات يتنشروا وتكون اشتراكات فيهم، يعني متابعات، وتكون يعني الجيم وداك الشيء. علاش هاد الفيديوهات شحال ما تحركت مزيان بحال الفيديو الاول تحرك مزيان، شحال ما تحركت شحال ما الخبر كيمشي لجهات اخرى باش كنعاونوا هاد التلميذه، وما كنعاونوا حتى البلاد ديالنا، وكنعاونوا المؤسسات التعليميه والتلاميذ اللي كيقراو فيها. تحياتي لكم، الى اللقاء في فلاش اخر. السلام عليكم.